هلا يا جماعة الخير، هلا مدريد. ألف مبروك الفوز على نادي ألافيس. طبعا نادي ألافيس من الأندية الصعبة على أرضه بشكل عام يعني. آه، المشكلة إنه الأداء كان غير مقنع، ولكن كنا محتاجين الفوز لأنه لو أي خسارة أو أي تعثر راح يكون في إقالة. اللي حبيت أحكي بهذا الفيديو الأسباب وراء الأداء السيء غير الإصابات. الصراحة يا جماعة الخير، ثنائية بيلينغهام وأردا جولير ما بيمشي حالها. أردا جولير لازم يكون احتياط. بالإضافة روديجر يا جماعة الخير زبالة. روديجر لاعب وسط، فالمفروض في المباراة الجاي خاصة بمباراة الكأس يلعب بالأساسي، بحيث ننهي المباراة من بدايتها ونعمل بعدين تبديلات، لأنه ما ناقصنا نطلع من خارج بطولة كأس الملك. حبيت كمان أحكي يا جماعة الخير، أنا الصراحة إلى الآن مؤيد لتشافي ألونسو، فلازم يضل على رأس العمل. لأنه أنت حتى إذا بدك تجيب هلا مين رح تجيب أربيلو أصلا ما عنده خبرة، ما عنده خبرة. وفي تخاذل من بعض اللاعبين على سبيل المثال فينيسيوس وكذا، وما عندك غير بابي يسجل حاليا. رودريجو عم يقدم أداء حلو. وبشكل عام يا جماعة الخير اكتبوا لنا تعليقاتكم شو الأسباب اللي عم تأدي، وشو هي البدائل لحل المشكلة. وبتمنى تحطوا لنا اللايك وتشتركوا بالقناة، إنه أول فيديو محتاجين الدعم. على مدريد.